جاء بكل سرعه وخلى. فنحن الان جاهزين ان شاء الله باش نتعامل مع الاخوه الليبيين، وان شاء الله المستقبل مستقبل واحد باذن الله. والسلام عليكم. شكرا. معنا ايضا الدكتور معز تركي، استاذ جامعي بالطب، جراح مختص، شرفنا بالحضور، وكان ايضا من المتحمسين للمساعده والمساهمه. الكلمه الان للاستاذ طاهر يحيى. استاذنا وملاذنا الاستاذ طاهر يحيى. مع الشكر. ارحب بالاخوه ارحب بالاخوه الليبيين والاخوه التونسيين، و يعني اعبر عن الامتياز الكبير بنجاح الثوره الليبيه، وقد سماها الصديق عمار الداودي بالثوره الاستثنائيه، بفضل الثوره الاستثنائيه لانها اتاحت بديكتاتوريه استثنائيه. يعني الديكتاتوريات في العالم العربي كثيره، كلها استبدت، كلها صدرت حريه المواطن ونهبت خيراته، لكنها عملت على تشييد مشاريع ضخمه وبنيه تحتيه كبيره، الا الديكتاتوريه الليبيه. ولذلك بالفعل هي ديكتاتوريه حجبت ما يسخر به الشعب الليبي وما تسخر به ليبيا من ثراء وتنوع حتى من الناحيه الجغرافيه. انا شخصيا ومعي كل التونسيين اعتقد اكتشفوا يعني هذا التنوع الجغرافي وهذا التنوع الكبير في المشهد الليبي، اذا من الجنوب الى الشمال والى الشرق الى الغرب. واكتشفنا بالخصوص الطاقات الليبيه في المستوى السياسي، في المستوى الحقوقي، في المستويات جميعا في الحقيقه. ولذلك بالفعل هذه الثوره، نجاح هذه الثوره هو اسناد حقيقي ودعم حقيقي للثوره التونسيه وامتداد متكامل مع جميع الثورات العربيه. لن اطيل كما قال من تكلم قبلي، فقد ساروي حادثه صغيره تتعلق بعائله ليبيه انا صديق لها، هي تقيم الان في تونس، وابنها الاكبر نشا وترعرع في تونس ودرس في تونس. قبل شهر تقريبا يلتحق بالجنوب التونسي ويوهم اباه وامه بانه ذهب ليعين بعض الاخوه الليبيين في المخيمات، ثم يهاجفهم ويقول لهم انا اتدرب في مدينه نالوت على الحدود التونسيه الليبيه، ثم يخبر اباه في الاخير انه سيكون ضمن الجيش الذي سيقتحم ليبيا طرابلس. عندما سمعت بهذه الحادثه، انا اعرف هذا الشاب واسمه فيصل، نشأ في تونس وتطبع باتباع الشباب التونسي، وهي اتباع ابعد ما تكون عن الجديه والمقاومه. عندما سمعت بهذه الحادثه استنتج بسيط التالي، ان العائله الليبيه اصبح عندها من العار ان لا تبعث ابنها او ابنائها الى القتال في الجبهات. وانا اقول بكل صراحه هي ثوره استثنائيه بالقياس مع بقيه الثورات التونسيه او الليبيه او حتى اليمنيه. اذا هذا الشباب، هذه الالاف المؤلفه من الشباب الذين يعني يتزاحمون على جبهات القتال، مشهد اقل ما يقول انه مشهد ملحمي. يعني حادثه اخرى حدثني بها احد الاخوه التونسيين في بعض المخيمات في الجنوب التونسي، يبدو انه في فتره ما عدد الجرحى كان كثيرا جدا، والمستشفيات المتنقله او المستشفيات التقليديه اصبحت عاجزه على ايواء جميع الجرحى وجميع المرضى. وبعض التونسيين يبدو انهم شعروا بشيء من الضيق، فيكتب مسؤول في المستشفى لافته الليبيون اولا والتونسيون ثانيا. وكم اعجبتني هذه كيف تقول هذا التدخل في الامر، الليبيون اولا والتونسيون ثانيا. فيما يخص هذه المبادره، لن اطيل كثيرا في الحديث عن الثوره، هناك افكار كثيره يمكن ان اتحدث عنها. فيما يخص هذه المبادره اؤكد انها مبادره تطوعيه، هي خارج منطق الصفقات ومنطق المنافع، وتتعلق بجمله من اللجان التي بعثت في قطاعات متعدده، في الاتصالات، في الصحه، في التعليم، في ميادين مختلفه. وبالطبع المسألة لا تتعلق بإسناد الشعب الليبي، بل بالتعاون بين الكفاءات التونسية والكفاءات الليبية، لأن الكفاءات الليبية أيضا كفاءات مهمة وكثيرة. ولذلك نرجو لهذه البادرة وهذه المبادرة كل النجاح والتوفيق والشكر. مجموعة من الخبراء
مساء اللجان أصروا على تقديم بعض النماذج أو بعض المقترحات من الأعمال التي أنجزت أو ربما من مشاريع الأعمال التي يمكن أن تقدم. سيقع عرض جزء من الأعمال هذه، أرجو أن يكون عرض موجز ومختصر. نبدأ بالأستاذ نبيل عافية. كيف أفتتح الكلام وماذا سيقول؟ يعني لا أود أن ننطلق مباشرة بالحديث عن هذه اللجنة. أنا رجل ضعيف التكوين في السياسة وقليل الخبرة بالشأن العام، ولكن مع ذلك أجد نفسي مضطرا إلى أن أقول ما يلي. أقول أولا: النصر للثورة، المجد للشهداء، التحية للشعوب الحية فليس لها أن تخسر سوى قيودها. أيها الحضور الكريم، أهلا وسهلا ومرحبا. أثر عن هيجل قوله: إن الآخر هو شرط إمكان وجود الأنا. فإذا كان الأنا المنفصل عنه والمتصل به وهو الشعب الليبي، فهو أحق بالتعاون والتعارف، وهو واجب إنساني قبل كل شيء، لأن الإنسانية هي التي تحدد مصيرنا. ثم فليكن بعد ذلك واجبا عربيا أو قوميا أو دينيا، لأن الإنسان يفترض منه أن يساعد أخاه الإنسان. وهذه المجموعة التي تنادت من أجل مساعدة الشعب الليبي أرجو أيضا أن تلتحق بها مجموعات أخرى من خارج تونس، لأنه واجب إنساني قبل أن يكون واجب من طبيعة أخرى. طيب، كلفت بهذه اللجنة التي أطلق عليها لجنة التربية والتعليم، وحاولت أن تنظر إلى المسألة من زاويتين اثنتين. الزاوية الأولى وهي العاجل من الحلول المقدمة، لأن السنة الدراسية تفتتح في القريب العاجل بعد أسبوعين بالضبط، وهنالك تصور آخر للآجل من الحلول، وهو تصور استراتيجي متكامل لكن يحتاج إلى نظر وتدبر ولجان مختلفة. بالنسبة إلى العاجل من الحلول، قلنا أولا تشخيص الواقع الموجود، تقييم حالة البنى التحتية من حيث عدد المدارس والأقسام السليمة والمتضررة، عدد المدرسين والمتعلمين. ثانيا تشخيص واقع التسرب المدرسي والهدر التعليمي بإحصاء على التلاميذ والطلبة المنقطعين عن الدراسة في السنة المنصرمة خاصة وما قبلها. ضبط قائمة المتعلمين الليبيين الذين زاولوا دراستهم في تونس خلال السنة الماضية. تحيين واقع تجهيزات وسائل الدراسة والتدريس من مخابر وكتب ولوازم مدرسية ومكاتب وغير ذلك. المقترحات: نفترض أولا توفير فضائل دراسية إضافية كتحويل بعض المؤسسات إلى مدارس وكليات، أو حتى توفير خيام للدراسة، ووقع هذا بين الحرب العالمية الأولى والثانية. توفير دورات تدريبية للمدرسين التعامل نفسيا، وهذا أمر هام، مع المتعلمين وإعدادهم على تجاوز مخالفات الحق. انتداب أخصائيين في علم النفس الإنصات إلى المتعلمين، والتكفل بإيجاد الحلول المناسبة مع الأسرة والجهات المعنية، لأن الأهم بالنسبة إلينا هو الإنسان. إن كان سليما فكل ما يأتي بعد ذلك سيكون أيضا سليما. بعد ذلك القيام بلقطات تلفزيونية إشهارية في الصحافة المكتوبة السمعية تدعو إلى بناء ليبيا جديدة أساسها الجد والعلم والعمل والانفتاح. تغيير العقلية، عقلية الثورة نعم